مش عاجبني قوي الحال اللي احنا وصلنا له في التعامل مع اطبائنا، في التعامل مع حد بيطرح فكرة جديدة، في التعامل مع حد بيرحل عن الحياة، في التعامل مع حد بيقتل. يعني اربع عناصر يفقدون انسانيتنا وادميتنا. الناس اللي طالعه ترد دلوقتي على دكتور ضياء العوضي، انتوا بتردوا عليه بعد ما مشي؟ يعني انا مش فاهمه منطقه الحقيقه. يعني الاطباء اللي طالعين طب ما هو برنامجه كان مسمع وموجود، والراجل كان قادر يعني تعملوا مناظرات وتعملوا وتردوا عليه بعد ما تم شطبه من النقابه، وتبرروا شطبه من النقابه. انتوا جايين تردوا عليه دلوقتي بعد ما مشي عشان انتوا كنتوا خايفين منه، وخايفين ان هو يفحمكم علميا ويهزقكم، باردون يعني في الكلمة، جايين تردوا عليه دلوقتي؟ ولا هي المنظومة والحكاية كبيرة، والناس اللي بيقودوا العالم حسوا خطره في رحيله اكبر من وهو موجود؟ يعني انا برضو عايزه افهم الحكايه. اللي طالعه ترد وتشتم ويحطوا له صوره اول ما بدأ يحط فيديوهات لما كانت حياته مستقره، حياته الاجتماعيه مستقره، حياته الطبيه مستقره، عيادته موجوده، ويحطوا له صوره بعد يا حرام ما اتفصل واتشطب واتبهدل، ويقول لك بصوا الطيبات قبل والطيبات بعد. لا، ده مش الطيبات، ده القهر يا جماعه. انتم عمركم ما اتقهرتوا؟ ما شوف حضرتك كده لما قبل ما حضرتك تخش السوبر ماركت وقبل ما تطلع، صور نفسك قبل ما تخش السوبر ماركت بعد ما تطلع من السوبر ماركت، شوف فرق صورتك وانت مقهور كده على الفلوس اللي انت دفعتها جوه. ده واحد مقهور على علمه، مقهور على شهادته، مقهور على سنين عمره، مقهور ان هو بيقول حاجة صح ومحدش بيطلع يغلطه، لكن بيظلموه ويقفلوا عيادته ويشطبوه. عايز يبقى شكله ايه يعني؟ عايز يبقى شكله ايه؟ ملوش علاقة بالسيستم اللي هو حاطه. وبعدين بالنسبة للصيام، هو انتوا اول مرة تعرفوا ان الانقطاع عن الطعام يصلح البدن؟ ما احنا طول عمرنا عارفين ان الاسلام سباق، وان الاسلام بفرض الصيام ناس كتير وعلماء كتير دخلوا في الاسلام بسبب صيام رمضان، لانهم اكتشفوا ان الصيام 17 ساعة يغير من الخلية وينظف الخلية ويخليها تطور نفسها وتجدد نفسها وتبحث عن فيروسات داخلها وتقضي عليها. وانت اول مرة تسمعوا الكلام ده؟ كون ان الراجل حطه لموا في بوتقة واحدة، طالعين تردوا عليه دلوقتي علشان انتوا تبع منظومة يعني مش هقول لفظ بقى ايه، قتالين القتلة يمسكوني منه، لكن انتوا تبع منظومة محتاجة اعادة حساباتها من اولها. منقيه له الحاجات ان هو ايه، اصله بيهين المرأة. هو رأيه، هو حر يعني انتوا عارفين ان ليلة القدر حجبت عن المسلمين لان الصحابة كانوا بيتخانقوا مع بعض. الله، يعني بيتخانقوا، يعني مش ملايكة. مين قالك ان اي حد صاحب فكر وصاحب علم وصاحب رسالة ايا كانت وضعه ان هو ما بيشتش، ما بيروحش في اتجاهات اخرى؟ حضرتك ليه فاهم ان احنا في ملايكة على الارض؟ مش حقيقي. عنده توجهات مش عاجباك في ناحية المرأة، ماشي، مش كروس على الحتة دي، ايه المشكلة؟ ولو رجعتوا لحوار ستنا عائشة رضي الله عنها مع الرسول، في بعض الجمل هي بتستخدمها زوجة مع زوجها، لكن حضرتك لو في وضعنا ده هتحرمه، وممكن بقى تطلب حاجات يعني انت تحاسب عليها. يعني اهدوا كده شوية وخلوا عندكم شوية مخ وفكروا، بلاش سياسة القطيع. كل واحد يفكر يا جماعة، كل واحد ربنا خلق لك مخ عشان حضرتك تفكر. من فضلك فكر، ولا تسمع كلامي ولا تسمع كلام غيري. بلاش سياسة القطيع من فضلك. انت محطوط لك مخ عشان تفكر، ما تصدقش كلام اي حد، وهتتحاسب لوحدك علشان انت محطوط لك مخ تفكر بيه. يعني هو حضرتك هتتحاسب لوحدك ليه؟ مش عشان انت مشيت ورا فلان وعلان، لا، هتتحاسب لوحدك علشان حضرتك عندك مخ ومسؤول عن نفسك وعن افكارك. فانا بصراحة مندهشة من الناس اللي طالعين يردوا على الراجل بعد وفاته. يعني ناس الحقيقة مش ناس. انا يعني كلمة ناس دي كتير عليهم قوي، كتير عليهم قوي. الدكتور ضياء العوضي عنده مشروع وكان عنده فلسفة وعنده سياسة انه يقلل الادوية اللي الناس بتاخدها، انه يمنع المواد الغذائية المرشوشة فيها هرمونات، وخصوصا ان هو عنده تجارب مع
الناس اللي بيعالجها، وناس كتير اتعالجت ونتائج جيدة. اي حد طالع يرد عليه دلوقتي بعد ما قتل ليه بقى؟ عشان يحصل ايه بقى؟ اتعاملوا معاه بقسوة شديدة جدا، ذبحوه يعني، رفضوا من النقابة وشمعوا العيادة يعني عملية ذبح. يعني إنسان بيشتغل مهنته وتخصصه، عنده خبرة 25 سنة وعارفينه، ده هو طالع من تحت إيديهم أصلا، يعني كان أستاذ في الجامعة. ازاي تتعامل معاه بهذا الشكل العنيف جدا جدا جدا؟ علامة استفهام كبيرة قوي يعني، في حين ان في دكاترة تانيين موتوا مرضى بالإهمال، دكاترة تانيين موتوا مرضى بأدوية اتوصفت لهم غلط، فنية حسنة بغرض العلاج، لكن الدواء نفسه كان غلط وما تحاسبوش، ما حدش اتحاكم.